إذا مشاهدينا الكرام، نعود للحديث عن مباراة المنتخب المغربي مع نظيره منتخب اسكتلندا. حسن، يعني منتخب المغرب لربما بذكريات 98 فرنسا يدخل هذه المواجهة، ولكن نحن نعرف أن المنتخب المغربي تطور بشكل كبير جدا. المنتخب المغربي قدم مستويات مميزة، لكن اليوم لابد له أن يفوز في هذه المباراة. مساء الخير هاشم، حييك حي الكابتن زيدان، وايضا حيي مشاهدي ومشاهدات بين سبورت. صحيح المنتخب المغربي يعني يعيش على ذكريات 98 بشكل اخر، بطريقه اخرى، بمونديال اخر. اليوم الامور متغيره جدا بالنسبه لا من حيث التركيبه البشريه ولا من حيث الترتيب العالمي، وايضا حتى بالنسبه للمنتخب الاسكتلندي. المنتخب الاسكتلندي ايضا تطور كثيرا في السنوات الاخيره، لديه مجموعه من النجوم الذين يمارسون في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، ويعني لديهم من الخبرة، من الجودة، ما يمكن أن يغير شكل المواجهة في هذه المرة. لكن أعتقد أن الأسود الأطلس اليوم هم في أتم الاستعداد بحمولة كأس العالم قطر 2022، بحمولة الترتيب العالمي، وأيضا بحمولة الجودة التي يمتلكها المنتخب المغربي. اليوم المنتخب المغربي يمتلك واحد من أفضل خطوط الوسط في هذه البطولة، لاعبين جيدين، لاعبين ذوي خبرة، ذوي مهارات. فأعتقد أن اليوم المنتخب كما قال الكابتن عز الدين وناحي في منذ قليل وأيضا في المؤتمر الصحفي، وكما قال المدرب، نعم سيحترمون الفريق الاسكتلندي جيدا، لكن الهدف هو 3 نقاط، الهدف هو الفوز. لا تهم النتيجة 1 2 3 اللي كان، ولكن المهم هو تحقيق 3 نقاط، ويعني الاقتراب من الدور الثاني. وكما قال المدرب أيضا يناقشون المباراة بمباراة كبرى. هاشم هو بيلعبها، هو كسر المنتخب المغربي حاجز الخوف، عنده منافسه على اي بطوله دلوقتي. ونفس الكلام اللي انت قلته هاشم، بالنسبه لنا هو بقى عباره عن منظومه، اي لعيب يخش جوه المنظومه فهو بيأدي بالشكل اللي المدرب طالبه، او الهيكل بتاع المنتخب المغربي او الكره المغربيه اللي هي بقت كره متطوره جدا في عالم كره القدم، وبالاخص طبعا ان فيها نجوم. يعني اشرف 11 سنه ظهر بالمستوى الرائع في مباراه البرازيل، وبيلعب ضد مباراه البرازيل اكنه لعيب بقى له 10 سنين متمارس، او اكنه لعيب مثلا لعب 2 كاس عالم وهو لسه عنده 18 سنه واول مره يشارك في كاس العالم. فده اللي المنتخب المغربي والكره المغربيه اظهرته لنا الفتره الاخيره، تطوير، منظومه مميزه. كل المدربين اللي عندها كمان وطنيين، ودي نقطه مهمه هاشم، ان كل المدربين الوطنيين شغالين بنفس المنظومه وعندهم الطموح، وفي نفس الوقت في يعني افراغي دايما، في تفريغ لاعبين، سواء لو جينا اتكلمنا منظومه من تحت، من اول الناشئين، شباب، اولمبي، كل دول اخذوا بطولات، اخذوا كاس عالم. المنتخب الاولمبي عندهم 20 سنه واخد كاس عالم، دي حاجه مميزه بالنسبه للكره المغربيه. فانا شايف ان المغرب النهارده مباراه بالنسبه لها مش مباراه سهله، ولكن انا شايف امكانيات المنتخب المغربي وجوده اللاعبين كمنتخب مغربي هي افضل من جوده اللاعبين كمنتخب اسكتلندي. المنتخب الاسكتلندي منتخب متماسك، عنده منظومه دفاعيه قويه، عنده كمان بيعمل التحولات بشكل جيد، ولكن انا شايف عناصر المنتخب المغربي لو اتكلمنا عنها، ال11 اللي موجودين افضل من ال11 بتوع المنتخب الاسكتلندي كجوده لاعبين، كتحولات، كثلاث خطوط مع بعض حافظين بعض. منتخب كمان عنده استمراريه، منتخب كمان عنده استقرار فني بالنسبه للتشكيل هاشم، وده اللي شفناه من ساعه كاس عالم 2022. ادوا بشكل رائع، شكل مميز، اخذوا رابع عالم، طلعوا لنا نجوم كتير، بعدها لعبوا بطوله افريقيا اخذوها. فالمنتخب المغربي ماشي بخطى ثابته، عنده نجوم كتير، عنده صباري، عنده دياز، عنده اناحي، بس بنتمنى من النجوم اللي عندهم بالذات دياز نتمنى ان هو يبقى لعبه جماعي شويه هاشم اكتر من اللعب الفردي، لان بتبقى في حلول فرديه اما يبقى انا مش لاقي حل جماعي. لكن في اغلبيه الاوقات بنشوف دياز عنده حلول جماعيه كتير، ولكن بيعتمد على الحلول الفرديه اكتر ليظهر امكانياته. واحنا عارفين امكانياته، اللي هو لعيب مميز، لعيب ريال مدريد، لعيب خبره كبيره واضافه كبيره للمنتخب المغربي، ولكن نتمنى ان هو يلعب لعب جماعي، لان المنتخب المغربي معتمد على المنظومه الجماعيه سواء في الهجوم او في الدفاع. وطبعا نجمهم اشرف حكيمي من افضل اللعيبه اللي موجودين، بيعمل التحولات، بيعمل الزيادات، بيعمل كمان العرضيات بشكل كويس، بيعمل لهم الزياده العدديه وبيوصل وبيسجل. يعني اضافه كبيره اشرف حكيمي كقائد كمان جوه الملعب وكقائد في غرفه الملابس. وانا شايف هو زي اشرف حكيمي دول هم اللي بيطلعوا اللعيبه الواعدين الصاعدين الصغيرين، وبيعلموهم ازاي يتعاملوا مع الكره العالميه، ازاي يتعاملوا مع الكره الحديثه. فانا شايف المنتخب المغربي ان شاء الله النهارده لازم يحسمها، عشان على الاقل يبقى في اطمئنان ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح بالفوز. ولكن انا شايف كتشكيل، تشكيل مميز، تشكيل يقدر يجيب ال3 نقاط، ولكن مش عايزينهم هاشم زي مباراه البرازيل، لان هم في مباراه البرازيل كانوا يقدروا يحسموا المباراه من الشوط الاولاني ب3 اهداف.
اهداف. صحيح. ولكن المنتخب المغربي بعض الفرص ضاعت منه وكانت فرص سهله. والشوط الثاني شفنا منتخب البرازيل مع التغييرات اللي عملها انشيلوتي مع الاضافات اللي عملها اتغير منتخب البرازيل، ومنتخب البرازيل حصل على التعادل. فنتمنى النهارده اي فرصه تيجي للمنتخب المغربي ان هو يستغلها ويحسم وينهيها بدري عشان يبقى مطمئن، واحنا منتخب كلنا واثقين فيه ان هو افضل منتخب عربي هيوصل لابعد نقطه في كاس العالم. نعم حسن، يعني في مؤتمر صحفي في وقت سابق تحدث أنشيلوتي ورشح المغرب لأن تحصل على بطولة كأس العالم. اليوم المنتخب المغربي يتواجد في المركز السادس لأول مرة في تاريخ. فهم يقرؤون قراءات جيدة فنية لما يرونه، ويبقى حتى نحن نرشح. مثلا نقول والله الارجنتين اليوم هي مرشح، وحتى انجلترا مرشح، لكن هذا تبقى ترشيحاتنا كقراءه اوليه معطفا على المستوى الذي قدم، لكن تبقى المباريات هي الفاصله. وانا اتفق ان المنتخب المغربي لديه من الامكانيات، لديه من القدرات، ولديه ايضا من الطموح، ولديه من العزيمه ان يذهب بعيدا. وفي غياب يعني الاصابات التي قد اذا غابت الاصابات فان المنتخب لديه من العناصر ما يؤهلون ان يذهب بعيدا في هذه البطوله، وهو قادر على ذلك. ايضا كذلك المنتخب الاسكتلندي لديه عناصر مميزه، روبرتسون، ماكتوميني، ماكين، اسماء مميزه. كيف يمكن للمنتخب المغربي ان يحد من خطوره هذه العناصر والاسماء؟ يعني انا اللي بيعجبني في المنتخب المغربي هاشم هي المنظومه الدفاعيه بتاعته المميزه. يعني منتخب المغرب من افضل المنتخبات اللي في العالم اللي بتدافع، وعندهم اضافه غير كده هو وجود الحارس بونو. صحيح. يعني ياسين بونو من افضل الحراس اللي موجوده في العالم، وفي المنظومه الدفاعيه كمان هاشم طبعا بيعمل تصديات خياليه مع الفرقه، عامل ربط كمان بين الاربع المدافعين اللي موجودين في المنتخب المغربي. فانا شايف المنظومه الدفاعيه بتاعت المنتخب المغربي اللي بيعملوها هي منظومه امان ليهم، وفي نفس الوقت من افضل المنتخبات اللي بتعمل التحولات وبتعمل المرتدات. وده دايما اللي بيعتمد عليه المنتخب المغربي هاشم، ان هو بيعتمد على المرتدات وبيقدر يوصل بطبعا جوده اللاعبين اللي عنده. وناحي دياز لو جينا اتكلمنا على سيباري، فعندهم لعيبه مميزه بيقدروا يعملوا التحولات، وكمان الخط الامامي اللي عندهم من افضل الخطوط اللي بتعمل الانهاء، بالاضافه الى القادمون من الخلف زي مزراوي زي اشرف حكيمي. طبعا هو الاضافه الاكبر ليهم، والمنتخب المغربي ده اللي بيعتمد عليه الظاهرين، وده اسباب نجاح المنتخب المغربي ان هو بيعتمد دايما على الظاهرين. وطبعا نعم. اولهم اشرف حكيمي ان هو يوصل للجون ويسجل ويعمل عرضيات ويعمل انهاء. فانا شايف المنتخب المغربي المنظومه بتاعته الدفاعيه هي اللي مسببه النجاح بالنسبه للمنتخب المغربي. سنواصل الحديث، لكن ننتقل الى تدريبات المانيا في هذه الاثناء. مش فقط على مستوى الخط الدفاعي، خط مميز كما تفضلت وذكرت، ولكن ايضا حتى على مستوى خط الهجوم نشاهد ان اسماعيل الصبيري يمر في مرحله مميزه جدا، بدا بكل تاكيد يلفت انظار الانديه الاوروبيه وكبار القوم في اوروبا من اجل استقطاب هذا اللاعب الذي يقدم مستويات مميزه، وكذلك ابراهيم دياز. نتحدث عن الكثير من العناصر الموجوده في تشكيلات المنتخب المغربي. اكيد سيباري طبعا من افضل المهاجمين حاليا الموجودين في العالم، ويمكن انا شايف ان بعد كاس العالم هيطلب من انديه كتير لعيب مميز سريع قوي بيلعب بدماغه هاشم بشكل مميز. كمان من اقل الفرص بيقدر يسجل هاشم، وبعدين دايما بيعمل مع زمايله المثلثات، دايما مكمل، دايما عامل لهم محطه كمان، ودي مهمه جدا المنتخب المغربي ان هم سيباري بالنسبه لهم كمحطه بيلعبوا عليها وبيقدروا يجوا من الخلف ويسندوا عليه، وكمان يبقى في التطورات وفي التنشيط الهجومي من خلاله من خلال دياز وناحي. فانا شايف زي ما انت قلت هاشم الخط الامامي عندهم مميز، ولكن هم بيشتغلوا الحته الهجوميه من خلال الاستخلاص في نص الملعب بالنسبه للحته الهجوميه باستخلاص في الحته الدفاعيه. يعني التحول اللي بيعمله المنتخب المغربي من اسرع المنتخبات اللي بتعمل التحولات وفي اقل وقت، ومن افضل المنتخبات اللي بتعمل الهجمه السريعه هاشم، ودي غير الهجمه المرتده. يعني الهجمه السريعه نقلات كتير بس بيوصلوا بسرعه. المنتخب المغربي عنده ميزه هاشم هو بيوصل، يعني من المنتخبات اللي بتقدر توصل للجون، ولكن مشكله المنتخب المغربي اما بيبقى عنده خلل في الحته الدفاعيه وبتيجي عليها اهداف، هي دي المشكله اللي هتقابل المنتخب المغربي. فنتمنى النهارده ان هم يبقى المنظومه الدفاعيه في اغلاق تام امام نص الملعب كامل، اغلاق زوايا التمرير على المنتخب الاسكتلندي. المنتخب اسكتلندا عندهم لعيبه زي ادمز، عندهم سرعات، لعيبه كويسه، لعيبه بتشوط من بعد نص الملعب من قدام ال 18. فنتمنى ان احنا نغلق عليهم زوايا التمرين، نتمنى نغلق عليهم زوايا الشوتنج، نتمنى كمان ان مزراوي واشرف حكيمي يثبتوا عشان ما يبقاش في لعب في المساحات اللي خلفهم هاشم، ودي مهمه جدا، ما يبقاش في استعجال من المنتخب المغربي. كده كده المنتخب المغربي بالامكانيات اللي عنده بجوده اللاعبين انا عارف ان هو هيسجل وهيوصل للجون اكتر من مره وهيسجل وهيبقى في اهداف
في المباراه، ولكن اهم حاجه ان هم يحافظوا على الحته الدفاعيه ويشتغلوا ويبقى في انضباط تكتيكي زي ما قال لهم في تصريحاته الكابتن محمد وهبي، من افضل برضو المدربين الموجودين، عامل انجاز كبير في المغرب قبل كده مع المنتخبات الصغيره، مدرب كمان عارف يعني ايه اتعامل مع العقليه المغربيه. العقليه المغربيه دلوقتي بقت عقليه اوروبيه هاشم، وفي حاجه هم عملوها كمان كويسه هاشم، المغرب دلوقتي بقت بتبحث على جميع اللاعبين الصغيرين اللي بيلعبوا في اوروبا، ودي نقطه مهمه يا جماعه. اي جنسيه مغربيه بتلعب في اوروبا حتى لو نادي درجه ثالثه، الاتحاد المغربي دلوقتي بيسعى ويكلمه ويحاول يجيبه، فدي نقطه مهمه. احنا نتمنى كل الدول العربيه او المنتخبات العربيه تمشي على حذو المغرب. انت عندك لعيبه كتير فيها بتنشط في الانديه الاوروبيه، ولاعيبه صغيره عندهم 15 سنه و16 سنه وعندهم جنسيات عربيه، انت ليه ما تروحش تتكلم معاهم نفس ما عمل المنتخب المغربي جاب لعيبه مميزه؟ يعني انا مبسوط جدا من ايوب وعدي، فتى هو الفتى الذهبي بتاع المنتخب، وانا شايف ان هو من افضل اللعيبه اللي موجوده حاليا. نعم، اريد ان اتحدث عن ايوب وعدي مع حسن. يعني لا أريد أن أتحدث أنه سد خانة مرابط، ولكنه قام بدور كبير جدا، بدور مميز في مباراة البرازيل. الكل كان يعتقد بأن جائزة أفضل لاعب في المباراة ستتجه إلى أيوب وعدي، لكنها ذهبت طبعا إلى فينيسيوس جونيور، ولكن نظرا لما قام به داخل أرضية الملعب هذا اللاعب الشاب الصغير الذي يعول عليه كثيرا. صحيح. هاشم، احنا بالنسبه لنا ابو عدي هو افضل لاعب في المباراه، يعني بغض النظر عن احترام الاختيارات اللي تمت، لكن على يعني حسب استقراء الراي وكل الناس كل المتابعين وكل الفنيين الذين لاحظوا فهو كان افضل لاعب. بالنسبه لايوب، ايوب هو ظاهره الصراحه اليوم، حتى المدرب وحتى ايضا مناح يتكلم عن اليوم، قال احنا كلاعبين اول ما التحق بنا في المعسكر اكتشفنا ان هذا اللاعب خارق، هذا اللاعب لديه موهبه، وعرفنا ان الولد هذا يعني فارق عن كل اللعيبه اللي في سنه، وبالتالي هو اضافه كبيره جدا للمنتخب الوطني الصراحه. حاليا في خط الوسط الذي مثل ما تفضلت هو خط من احسن الخطوط، اذا يعني انت يكفي انه في سفيان مرابط، في بلال الخنوس، في عبد الدين وناحي، في يعني الخط الوسط يعني مليان لعيبه من هذا الطراز الرفيع. لكن ايوب في هذا السن، في هذه المباراه القويه، في هذه البطوله الكبيره، فرض نفسه كلاعب قوي، كلاعب جيد، لاعب له مهارات عاليه. من يتابع ايضا الدوري الفرنسي مع نادي ليل الفرنسي يكتشف ان هذا الولد يعني يقدم مباريات كبيره جدا باناقه، باسلوب يعني يفكرنا نحن في المغرب بالظاهر عبد المجيد الظلمي الذي كان لاعبا في الرجاء البيضاوي، بنفس السلاسه، حيث ان اللاعب لا يمسك الكره كثيرا، يلعب الكرات السهله، يستلم، يوزع، قراءه جيده للملعب في التوزيع، فكل تموضعه ايضا في الدفاع، حتى في لقطه من اللقطات طلب الكره ولما تسلمت الكره قاعد يصفق كانه هو القديم في المنتخب، كانه هو الذي لعب كثيرا في المنتخب، وهذا يعطي لزملائه حواليه